واش حنا على ابواب حرب عالميه ثالثه من جهه الخليج؟ واليوم 28 فبراير 2026. واش بصح المنطقه شعلات؟ الوضع خطير بزاف اليوم. الوعد الصادق 4 الإيرانية، ضربات في العمق من ميناء الجفير في البحرين حتى لأبو ظبي اللي اعترضت صواريخ باليستية فوق الأراضي ديالها. القواعد الأمريكية في قطر والكويت حتى هي كانت تحت القصف. ولكن علاش هذا الشيء كيهمنا حنا في المغرب كشعب وكدولة؟ أولا، استقرار الخليج هو استقرار لأمننا الطاقي والاقتصادي الوطني. ثانيا، الموقف الرسمي للمغرب واضح وما فيهش اللعب. المغرب كيعتبر عروبة الخليج والسيادة ديال الدول ديالها خط أحمر، وأمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المغربي. تاريخيا من حرب الناقلات في الثمانينات حتى الهجمات أرامكو في 2019، وإيران كتستعمل الوكلاء وصواريخ شهيد باش تفرض واقع جديد. واليوم الدفاعات الجوية بحال باتريوت وطاد هي اللي هزت ثقل وكتحمي المدنيين. السؤال اللي كيطرح راسو اليوم بقوة، واش هاد الضربات غتخلي المنتظم الدولي يتحرك بصرامه، ولا غنبقاو دائما غير في ضبط النفس حتى تخرج الامور على السيطره؟ واش كتشوفوا بلي هاد التصعيد غيوصل التاثير ديالو للمغرب؟